سي ناصر شنو صار ساعه البارحه؟ والله اللي صار هو لازم نحطوا الساعه المباراه في الاطار نتاعها. معناتها قبل المباراه صارت برشا كلمات معناتها على اليمين وعلى اليسار انه النادي الصفاقسي معناتها تم اتفاق ما بين الترجي والنادي الصفاقسي على اساس انتداب زوز لاعبين من الترجي كصفقه معناتها للانتصار في بنزرت، واللاعبين هذوما عطاهم لنا الترجي الرياضي التونسي للنادي الصفاقسي باش يشاركوا في المباراه وباش يعطيوا اضافه. معناتها اليوم ليبيري والسويسي معناتها تكهنات كانت كبيره، كان غليان كبير، فما هذوما حاجات معناتها اللي صاروا. من بعد صارت الكاليفيكاسيون نتاع زوز اولاد، وتعرف لا فيديو ماتش صار انه اللاعبين ينجموا يشاركوا ينجموا ما يشاركوش. رئيس النادي رئيس اللجنه المؤقته سي لطفي عبد الناظر اكد ولو انهم حتى يكونوا اللاعبين معناتها كاليفيين ما نجمش نلعبوهم لزوز حاجات. الحاجه الاولى انه اللاعبين معناتها ما نحبوش ندخلوا في اشكاليه، على خاطر بعثنا كراسلنا المكتب الجامعي مراسله رسميه ما جاوبوناش بكتابه رسميه، على خاطر قد في الارتيكل 20 فما ارتيكل قعدت فيه نقولوا احنا الدوت ما حبيناش نجازفوا، قلنا مش مشكل. ديدي ليبري اليوم انضم للنادي الصفاقسي، مازال جديد على المجموعه، ما نتصورش ديدي ليبري في 3 ايام باش يجيب لنا عصا سحريه باش يبدل مسيره النادي الصفاقسي في نهار وليله، ولهذا خيرنا باش ما نلعبوش وما نشاركوش ويكون خارج القائمه. هذه اول حاجه اللي مره اخرى اكدت لي النادي الصفاقسي راهو نادي كبير ما موش في حاجه معناتها البلبله. ونقول لك انا حاجه اخرى معناتها هيثم باش تتحط المباراه في اطارها، معناتها قبل ما ندخل بنزرت مش علينا باش نمشيو للبلاد اللي احنا ما نعرفوهاش. انا معناتها فما شكون ناس جاوا كلموني تيتر بيرسونيل يا ناصر تاع مزيه ما تمشيش لبنزرت. عليه قلت مش فما معناتها بنزرت تبدلت معناتها باش تكون فيها حاجه جديده. نو معناتها انديري الكره ولات فيها لا بروفوكاسيون طريقه معناتها ما نعرفش شنو اللي صار سي ناصر؟ شنو اللي صار بالملموس معناها؟ بالملموس اللي صار معناتها في مباراه كره قدم. اول حاجه انا كي وصلت لبنزرت الحاجه اللي فرحتني معناتها جاب حذايا سي امير الجزيري، شفته جاب حذايا النزل فرحت به. جاء طلب مني باش يخلص فاتوره النزل نتاع النادي الصفاقسي في بنزرت بالذات. طلبت منه بكل لطف اللي النادي الصفاقسي ما يحبش، ورئيس النادي الصفاقسي ما يحبش الاشياء هذو. ما احنا مش من عاداتنا اللي ندخلوا في الحوايج هذوما وما ندخلوش. معناتها انا هذا اتهام خطير برشا سي ناصر. انا واقع مانيش باش نتكلم في كلام، انا مش مانيش باش نجي نتكلم في الناس هكاك معناتها. فما هذا بشهود كل الناس معناتها، مانيش باش نتكلم في كلام زايد وناقص. عيب اني باش مش من اخلاقه ومن تربيته واحد باش يتكلم في ناس في حاجه ما صارتش. هذه حاجه ملموسه وموجودين الناس اللي في النزل، وانا رفضت معناتها بالرغم كنت توجهنا على عين المكان في النزل وطلب مني باش يخلص الفاتوره. لكن احنا قلنا النادي الصفاقسي راهو ما يدخلش في الحوايج هذوما. النادي الصفاقسي اسمى وارقى من الواحد واي فريق راهو، لا للترجي ولا حتى شيء. النادي الصفاقسي عنده الوانه، فريق كبير معروف مؤسس من عام 1928، عمره ما دخل في مزايدات مع حتى فريق مهما كان اسمه. هذا قبل المباراه. هذه قبل المباراه. معناتها انا فرحت قلت والله حاجه باهيه معناتها فريق في حاجه من نادي بنزرت ضيافه بالرغم انه مباراه مصيريه. جاء تكرم معناتها السيد وكان حب يخلص الفاتوره، لكن احنا بكل لطف كان خلص لنا الفاتوره ايش نعملوا؟ شنو يجرى؟ ما فهمتش انا معناتها. كان قبلنا باش خلصنا الفاتوره يمكن نوع كان ما قبلناش نوع معناتها حاجات اللي بصراحه ما تصيرش معناتها. نورمالمون هي كي كانت على حسن نيه معناتها الاشياء اللي صارت كي كانت على حسن نيه لازمها تكمل بحسن نيه، ما لازمهاش توفى بسوء نيه. وين تبدل؟ شنو اللي صار بعد؟ تبدل في الميدان كل شيء، كل الموازين تبدلت معناتها. بصراحه سي مهدي بن غربيه اتصل بسي لطفي عبد الناظر وكانت فما علاقات ود كبيره. فما مباراه كانت عاديه، اول مباراه كانت واحد، في وسط المباراة الأشياء قاعدة تتبدل بعد تسجيلنا زوز أهداف، كل شيء قاعد يتبدل. شنو هو اللي صار؟ الطريقة بعد ما سجلنا زوز أهداف الناس كلها ولات على أعصابها، يعتقدوا أن النادي الصفاقسي ماشي في فسحة في بنزرت باش يمشي يعمل مباراة عادية ويروح. لعبنا مباراة كوريكت. النادي الصفاقسي فريق عنده لي برانسيب نتاعو، عنده فريق عنده ميثاق الرياضي بالنسبة لي هو مش من اليوم معناتها. كي ترجع لتاريخ النادي الصفاقسي عمره ما لعب لا بتاريخه ولا بسمعته ولا مسؤولين النادي الصفاقسي اللي اليوم موجودين ولا حتى اللي موجودين قبل عمرهم ما دخلوا في المتى هذا. ذم عمر من النادي الصفاقسي ملعب حتى لون وحتى جمعيه، على خاطر راهو النادي الصفاقسي فريق كبير وعنده سمعته وعنده مجده. فما برشا الكلام اللي يتقال وخرج في بنزرت
فما صارت موتيفاسيون او صارت كما نقولوا تحفيز من الترجي الرياضي التونسي للاعبين معناتها النادي الرياضي الصفاقسي. هذا راهو معناتها في نقل، ما نتحملوش المسؤوليه في الكلام هذا، لكن في نقل من الكلام اللي صار واللي تقال في بنزرت معناها على اثر هذه المباراه. وكما صارت كما تحب تحكي ناس، صارت زاد اوسي في بعض ما في وسط المباراه انه فما امكانيه بوركوا با علاش كان اللاعبيه يتسهلوا شويه نعطيهم منحه نتاع 5000 دينار. وصلت وين هذه؟ صارت ما بين الاشواء، فما هكا في الكواليس ما نجمتش توصل الميساج، لكن كان فما امكانيه بوركوا با علاش ما معناتها شكون اللي فهمت شنو هي الحكايه معناتها في وسط المباراه فما شكون اللي شكون؟ فما رئيس النادي طلب من شخص معين اللي هو ينجم يوصل الميساج معين، فماش امكانيه انه اللاعبين ينجموا يتقاضوا 5000 دينار بكل لاعب. نادي صفاقسي راهو لا حاجه، لا في حاجه لا للترجي ولا للنادي البنزرتي. باش نبداو واضحين، احنا فريق كبير وعنده سمعته، والنادي الصفاقسي فريق يعرف يحترم نفسه، وفيه اليوم مسؤولين اللي تحترم نفسها. وبالله والبارح نحب نعقب على حاجه اخرى. ما سمعت سي سمير اليعقوبي البارح يتكلم على سي لطفي عبد الناظر، على سي شفيق جرايه، انهم ما ينجموش يسيروا النادي الصفاقسي على خاطر ما همش مؤهلين رياضيا باش يعمل. بالله انا نحب نقول له الجيست اللي عملتها انت للبنك نتاع النادي الصفاقسي اسكو يليق بنائب رئيس في حجمك انت؟ خيرنا ما نروش الصورة. لا انا ماذا بيا كانك تعمل زي تجم توريها للناس، خاطر مش باش ما تقولش الناصر يتكلم في كلام مش في بلاصته. عمل جيست للبنك نتاعنا معناتها ما يليقش بنائب رئيس نتاع فريق كبير. نقولوا احنا بالرغم هذا نقولوا راهو نادي البنزرتي ارقى واسمى من الاشخاص اللي برشا عائلات كبيره في بنزرت، برشا عائلات كبيره. لقطه رياضيه يا سي سمير نقول لك هي انت اللي عملتها ما تمثلش وما تليقش بانسان رياضي يسير في فريق في حجم نادي. سي ناصر، سي شفيق الجرايه ناطق رسمي باسم الهيئه المؤقته للسي اس اس في اكسبريس اف ام، في شمس اف ام قبيله عفوا، قال فما اتصالات كان طلبوا منا شراء الذمه، قال نطلبوا تحقيق من الرابطه الوطنيه معناتها لكره القدم، ويحب تحقيق معناها عاجل في الامور اللي صارت هذيا. قال فما صارت هدايا، صارت ضغوطات كلام بذيء، صارت مراوغات، صارت شريان ذمه. انت بشنو تختم لي معناها هذا الكلام الكل؟ هو باش نختم معناتها مش هكا نجموا نهزوا بطولات، ترى من حق النادي البنزرتي انه يطمح باش يهز بطوله وهذا حق شرعي، لكن فما طرق يلزم تعامل بها. اول حاجه لازمك تحضر فريقك باش ينجم يكون جاهز باش ينجم يتحصل على البطولات. ما تنجمش اليوم الناس اللي معناتها تكون عندها حاجه ايجابيه، تو احنا في تونس معناتها نحبوا نردوا الانسان اللي عمل حاجه ايجابيه نحبوا نردوها خايبه، واللي عمل حاجه خايبه نردوها باهيه. معناتها اليوم النادي الصفاقسي كي احترم الميثاق الرياضي وكان في المستوى معناتها النادي الصفاقسي ولا مذنب، معناتها ولا مذنب ونديري معناتها. ونشوف انا معناتها سي امير الجزيري اللي نقولها معناتها وانا نتحمل مسؤوليتي، ما بين الزوز اشواط رئيس فرع كره قدم يعتدي بالعنف على اللاعب شاكر البرقاوي في المدخل وتصير بلبله ما بين المباريات. هذوما حاجات ما يليقوش بالنادي بنزرتي بصراحه. وهذا اللي حدث رجه كبيره برشا في الصحف، اعمدت الصحف في اليوم برشا نجم تشاهد العناوين قدامي. الاعتداء على الصحفيين بتحريض من رئيس الفرع في جريده التونسيه بعد لقاء النادي الرياضي البنزرتي والنادي الصفاقسي فوضى والامن يتدخل. ضربه دماغيه من مسؤول لشاكر البرقاوي، عنف في ملعب بنزرت. يعني صراحه هذه هي ابرز العناوين حتى باللون الاكحل. ضربه دماغيه من مسؤول لشاكر البرقاوي. صراحه ما تصورناش من النادي الرياضي البنزرتي سي بي اللي خرجت بندولات، اللي خرجت سيوس الزواوي، اول فريق تونسي شكري البجاوي. اول فريق تونسي سي هيثم يهز بطوله افريقيه عام 87 اكيد. اللي أول هي كانت انديبار بالنسبه للتوانسه عام 88 صحيح. عام 88 معناتها يعني عائلات كبيره واسماء كبيره برشا في بنزرت. ما نتصوروش معناتها الشيء اللي صار هذايا او الاحداث اللي صارت هذايا نأسوا لها الناس كل. الناس كل اللي غلط يراجع روحه ما فيها باس، لانه مش نقولوش يصير في كره القدم، ما يلزموش يصير في كره القدم. سي ناصر خليل كلمه الختام قبل ما تغادرنا. انا اول حاجه نحب نقول يزينا معناتها من المزايدات ويزينا معناتها منه نتهموا الناس اللي هي صادقه في العمل نتاعها وانها ما تحبش تدخل في المتاهات. نعتوهم انهم ما نجموش يسيروا الرياضه ولا ما يسيروش، راهم اللي يعملوا حاجات خارجه على الرياضه هم اللي ما نجموش يسيروا الرياضه بكل صراحه. معناتها هذوما امتحانات حقيقيه، وقت اللي تلقى روحك انت مسؤول اول ولا نائب رئيس موجود في وضع
صعيب، يلزمك لا وين تجي مسؤوليتك، لا وين تجي تتحكم في اعصابك، تعرف كيفاش تجري. انا فما فرق كبيره معناتها نشوفها ونجم نذكرها معناتها، مانيش باش نقول فريق كيما الترجي خسر كاس افريقيا في تونس، والنادي الصفاقسي خسر كاس افريقيا في تونس في الدقيقه الاخرى، وتشوف المسؤولين كيفاش روحوا كيفاش تعاملوا، تعاملنا بكل ادب وما صارتش حتى حاجه معناتها. هذوك راه الحاجات اللي سيني نتاع المسؤولين الكبار والجمعيات الكبيره في الحاجات في الصعوبات وفي الاوقات الصعيبه يلزم يظهر المسؤول الكبير ويظهر الرزانه نتاعو، ويلزم يعرف كيفاش يتحكم في اعصابه، ما يوليش ان سامبل سوبورتير عادي يحب فريق نتاعو. سي ناصر، يوم السبت القادم الانتخابات بالنسبه للنادي نتاعكم، قائمه واحده على راس السيد لطفي عبد الناظر. في كلمه، نبيل الكوكي تم التعاقد رسميا يظهر لي مع كرول المدرب الهولندي. الكوكي شنو مسيره توا، خاصه كونه الهدف نتاعو المركز الثالث ويظهر لي تقريبا قاعد يتحقق؟ والله صحيح، اليوم بعد النتيجة الإيجابية اللي حققناها في بنزرت، اللي بعض الناس اللي خلات النادي الصفاقسي نقول احنا باش تعرف اللي فما ريزيرف تكنيك قايمة بين النادي الإفريقي معناتها نجم تاخذ منه 4 بوان، معناتها النادي الصفاقسي مطالب باش يكون معناتها يخلي مصيره في يده هو، ما يخليش مصيره في يد ناس اخرين. ان شاء الله معناتها عملنا شوط باهي باش نتحصلوا على المرتبه الثالثه. نبيل الكوكي قدم اداء طيب وطيب للغايه، معناتها الفريق عملنا معه اداء طيب. احنا كهيئه وكنادي الصفاقسي حاولنا دعمنا الرصيد البشري نتاعنا بلاعبين باش ينضموا للمجموعه نتاعنا، باش يعطيوا اضافه للاعبين نتاعنا ويعطيوا اضافه للمجموعه باش المستوى الفردي والجماعي ينجم يتحسن. وان شاء الله معناتها النادي الصفاقسي يكون في المستوى اللي يتمنوه كل الصفاقسيه، وان شاء الله يرجع للشعاع والانتصارات اللي يتمنوها من الناس الكل، وان شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق النادي الصفاقسي. وراو النادي الصفاقسي مش في حاجه لا للترجي ولا نادي بنزرتي ولا حتى فريق في تونس، خاطر النادي الصفاقسي راهو فريق كبير وكبير برشا، اكبر من يعتقدوا برشا، يعتقدوه برشا ناس. شكرا لك سي ناصر، كانت هذه وجهه نظر النادي الرياضي الصفاقسي فيما يخص احداث مباراتهم مع النادي الرياضي البنزرتي. كما